السلام عليكم اخواتي وبناتي وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بديل عيش التورتيلا بطريقه سهله جدا جدا، طعمه تحفه بجد، هيعجبكم جدا ان شاء الله. عايزه اقول لكم طري جدا العيش، ما شاء الله تحفه بجد، ان شاء الله يكون سهل عليكم ان شاء الله تجربوا. ندخل مع بعض في الخطوات ونشوف المكونات اللي معانا، سهله وبسيطه جدا، وان شاء الله هنزلها لكم في صندوق الوصف باذن الله. ونسمي الله حبايبي ونصلي على رسولنا الكريم عليها افضل الصلاه والسلام، ونشوف المكونات اللي معانا سهله جدا وبسيطه. عندي 3 كوبايات دقيق منخول، كوبايه حليب، ربع كوبايه زيت زيتون، عندي معلقه صغيره ملح، معلقه كبيره بيكنج باودر. مكونات سهله جدا وبسيطه. سامحوني على صوتي، عندي دور برد جامد وكده، سامحوني على صوتي معلش. هاخد المكونات الجافه كده مع بعضها كده بالطريقه دي، اضيفها على بعضها وكده. قلبنا كل المكونات الجافه، نبتدي نضيف زيت الزيتون بتاعنا كده بالشكل ده. لو انت حابه تضيفي زيت عادي براحتك، بس لو حابه تعملي اكل صحي يبقى بالطريقه دي. نقلب كله كده كويس جدا. الكوبايه الحليب بتاعتنا يا دوب دافيه، بس يعني مش عايزاها سخنه ولا ساقعه، يا دوب تبقى بس يعني زي دمعه العين كده. نبتدي نضيف الحليب بتاعنا كده بالشكل ده. زي ما اتفقنا دايما ما نضيفش الحاجه مره واحده، لازم نضيف شويه بشويه نشوف عايز تاني ولا لا. هي هتاخدها معايا بس عشان ما اطولش عليكم، اقلب المكونات اللي معايا ونرجع نشوف شكلها. وكده حبايبي خلاص خلصنا العجينه بتاعتنا كده بالشكل ده. شايفين قوامها طريه خالص، قوامها ناعمه معايا ازاي، مش عايزينها تبقى ناشفه خالص. شايفين شكلها كده طريه في نفس الوقت ما بتلزقش. تمام كده، سيبها بس ترتاح 10 دقايق كده، ونبتدي نقطعها قطع صغيره ونشوف هنعملها ايه. ونبتدي كده حبايبي نكور الكور بتاعتنا كده بالشكل ده، طبعا الحجم اللي انت حباه اعمليه. بس هكمل بقيه الكميه وارجع لكم ونرجع نشوف شكلها. وكده حبايبي خلاص قطعنا العيش بتاعنا كده بالشكل ده. نبتدي نضيف كيس عليه كده بالشكل ده، اي كيسه نضيفه، ونضيف عليه فوطه بس، ونسيبه يرتاح معانا نص ساعه ونرجع نشوف شكله. ونشوف كده حبايبي هنعمل الفراخ بتاعتنا ازاي. انا ضفت قطعه زبده على معلقتين زيت زيتون كده صغيرين كده بالشكل ده. عندي بقى دي فراخ متقطعه كده مكعبات صغيره كده، ده نص صدر فرخه يعني، طبعا الكميه اللي انتوا بتحبوها اعملوها، اللي بتفضلوها اعملوها. هبتدي اضيف الفراخ بتاعتي كده بالشكل ده. اعمل فراخ صدمه كده. وكده خلاص الفراخ بتاعتي بدأت تتشوح معايا كده بالشكل ده. هنجهز بقى البصل والفلفل بتاعنا اللي احنا هنضيفه. وكده حبايبي خلاص الفراخ بتاعتي خلصت. نبتدي نضيف البصل بتاعنا كده بالشكل ده، تقطع جوليان، تقطع قطع صغيره اللي انت حابه اعمليه كده بالطريقه دي. هنضيف بقى الملح بتاعنا والفلفل والبهارات. الملح والفلفل والتاني كده بالشكل ده. كده خلاص ضفنا التوابل بتاعتنا. انا ضفت رشه بودره زعفران صغيره، لو حابه تضيفيها ضيفيها، مش حابه براحتك، بس هي الصراحه بتخلي ريحته حلوه ولونه حلو يعني. كده بالشكل ده. وانا كده ضفت عندي قطعه فلفل حراق كمان كده بالشكل ده. هضيف عليها بقى فلفل الوان بالطريقه دي. لو انت عندك الفلفل طبعا فريش بيكون افضل طبعا من كده. انا عندي ده مجمده في الفريزر بصراحه، بينفع برده معايا في وقت الزنقات اللي زي كده. وعندي هنا طماطمايه صغيره كده متقطعه مكعبات كده بالشكل ده. ممكن ما تضيفيش الطماطم برده براحتك، الحاجه اللي ترجع لك يعني. بس كده. ممكن نضيف بقى على الكلام ده مكعب مرق الدجاج، وممكن نعملها زي ما هي كده زي ما انتوا حابين بقى، بس صراحه مرق الدجاج بتديها طعم حلو برده. كده حبايبي خلاص الحشوه بتاعتي كده خلصت معايا بالشكل ده. هنشوف بقى العيش بتاعنا هنعمله ازاي. طبعا الحشوات دي بقى بترجع لك انت، اي حشوه انت حابه تضيفيها في العيش ده براحتك، مفيش اي مشكله. حابه تضيفي فراخ، لحوم، جبن، حتى تونه، مفيش اي مشاكل. طريقتها سهله جدا. خلاص كده ندفع عليها. نبتدي كده حبايبي نفرد العيش بتاعنا كده بالشكل ده. بنرش بس رشه دقيق صغيره كده الصينيه. لو انت حاسه ان هي طريه هتزودي دقيق، لو هي حاسه انها كويسه مش محتاجه دقيق ولا حاجه خالص هتعملي كده. هتفردي بقى من الشايبه باي طريقه تعجبك. ما شاء الله العجينه جميله جدا كده بالشكل ده. بيكون الرغيف برضو رقيق معايا شويه، ما بيكونش سميك قوي. طبعا احنا عندنا العيش ده مش بيخمر معايا ولا حاجه، احنا بس بنسيبه يرتاح شويه كده عشان يفرد معايا بسهوله. بص كده ما شاء الله، شايفين كده اهي كده بالشكل ده. بس عشان ما اطولش عليكم بقى هفرد بقيه الكميه وارجع لكم ونرجع نشوف الشكل مع بعض عامل ازاي. وكده حبايبي نبتدي بقى نسوي العيش بتاعنا كده بالشكل ده. انا خدت الرغيف بتاعنا في فتره كده. انا ضفت العيش في صينيه تكون سخنه، ما تكونش سخنه قوي يا جماعه معايا عشان ما تتحرقش معايا، وعشان اعرف احركها كده لو انا حابه اغيرها كده ولا حاجه.
بس كده تبقى سخنه شويه صغيرين كده بالشكل ده. مش شايفين شكله معايا كده عامل ازاي؟ نبتدي نقلب كده حبه حبه زي ما اتفقنا. العيش بتاعنا مش بينتفخ، نبتدي نضغط عليه كده عشان ما ينتفخش معايا. هو ما شاء الله العيش طري جدا وريحته جميله جدا بجد. وزي ما اتفقنا بين كل رغيف والتاني بنشيل الصينيه بتاعتي من على النار، نبعدها عن النار شويه تهدى شويه عشان لما اجي اضيف الرغيف بتاعي ما يلزقش معايا. وطبعا يا حبايبي بنطلع العيش بتاعنا بنحطه على فوطه كده عشان يفضل طري معايا، وممكن تحطي عليه كيسه كمان وتضيفي الفوطه على وشه عشان يفضل محتفظ معايا يبقى طري لفتره طويله. لو وصلنا لغايه هنا ما ننساش بقى لايك وشير ونفعل الجرس عشان يوصلنا كل الاشارات ان شاء الله. بشكر كل حبايبي اللي بيدعموني، كلنا بنكبر مع بعض ببعض يا جماعه. يا ريت ما ننساش اللايك، والله مش هنخسر حاجه اما نضغط على اللايك. هنعمله كده بالطريقه دي. لو انت حابه بقى تساوي الشكل بتاعه يبقى مدور معاكي كده، ممكن تقطعيه باي حاجه او تقطعيه بالسكينه بتاعه البيتزا، اي حاجه اللي متوفره عندك. هو بصراحه مش محتاج اي حاجه، هو هيتعمل هيبقى حلو جدا مش مشكله. وكده حبايب قلبي خلاص خلصنا العيش بتاعنا كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله كده غطيناه طبعا عشان يفضل طري معايا. بصوا ما شاء الله الطريان بتاعه عامل ازاي. بصوا ما شاء الله تحفه بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوه. بصوا كده شكله عمل بقى سندوتشات كده، يتعمل زي الكريب بالطريقه دي زي ما انتوا حابين. شايفين ما شاء الله طري جدا جدا. بصوا ما شاء الله عامل ازاي. بصوا كده شايفين ما شاء الله طري جدا ازاي. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوه. طبعا بقى احشي الحشوات اللي انت حباها، اي حشوه انت حباها اعمليها مفيش اي مشكله. وده كده حبايبي الشكل النهائي معايا كده بالشكل ده. شايفين ما شاء الله تحفه بجد. يا رب يكون سهل عليكم ان شاء الله وتجربوه. ما تنسوش لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الاشارات ان شاء الله. السلام عليكم.